السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا وألف مرحبا بكم. ما تبخلوش عليا من لايك والبارطاج. خوتي وخواتاتي، كانت شفت واحد الرسالة وجهتها، واحد القصيدة قصيرة كتبتها يسرى الأم ديالها، وكتكلم على الألم ديالها وعلى المعاناة اللي عاشتها. هادشي اللي كترويه هي، حنا كنتكلم داكشي بما تروي. أنا لا ما نزيد ما هضرت نهضر بحيادية. أنا ما حتى شي حد كيف ما كنقول دائما. ولكن هذا اليوم لقيت تاني نفس، حتى سعاد ردت على البنت ديالها بما يلي بنفس الشيء. حتى هي بواحد القصيدة مليئة بالألم والحزن، وكتقول لها إلا كنتي انت نسيتيني واعتبرتيني من الماضي، أنا انت حاضري وانت كدا وانت كدا. صراحة بكل صراحة إخواني أخواتي، أنا ما متعاطفت مع حتى شي حد، وكنحاول ما نتعاطفت مع حتى شي حد، حيت حنا ما حاضرينش معاهم، وداك الشيء ذنوبهم كيقسموا بيناتهم. ولكن سعاد ما باغاش، كتقول هادشي دارتو على قبل بنتها، ولكن لما عارفه هادشي كيضر بنتها، داكشي بخصوص الاب ديالها وهذا، الا بغات مازال بنتها ترجع معاها، راه خاصها تقلب الصفحه. صافي حكموا على الراجل بالبراءه اللي هو الاب ديال البنات ديال ولادها. صافي ما تبقاش تدقق وتحقق، هذا هو رايي. وما تبقاش تقلب، وما تبقاش قال لك هبش جبد حنش. تحبس هذاك الموضوع وتحد هذاك الشيء، وتشوف تخدم على قناتها، وتحاول تقرب من بناتها. الا كانت فعلا يعني هادشي اللي داك الالم اللي كتكلم، وداك الحب ديالها ليهم يعني بقاو فيها بنيتاتها. يعني كانت رساله مؤثره بزاف، ما بغاش تخسر بنتها، تراجع نفسها وتبدا صفحه جديده، ويكون غير الخير. خليكم اخوتي مع الرساله. إلى ابنتي، إلى قرة عيني، إلى من كانت ولا زالت وستبقى ابنتي وفلذة كبدي، إليك أوجه هذه الكلمات وكل أسى وحسرة وأسفا على ما رأيته منك وما قاصيته معك. إليك ابنتي أوجه كلامي، فإن اعتبرتني أنت من الماضي بقولك من كانت أمي، فأنا لا أقدر أن أنطقها. أنت حاضري، أنت واقعي الذي لا يمكن نكرانه، أنت قطعة مني رغم الظروف. ملك الحمد. إليك ابنتي، اعلمي أن كل ما فعلته من أجلك ولأجلك، كل ما فعلته من مصلحتك ولمصلحتك، فأنا من حقي ومن واجبي عليك أن أعرف من غرر بك. فأنت فرحتي الأولى، أنت الضوء الذي كنت أرى به. كنت أراك ملاكا طاهرا ينمو ويكبر أمام أعيني. لم أكن أعلم أن ذئبا بشريا افترسك ونال منك. فاعذريني، هذا دوري كأم، أن أعرف من دنس بالملاك الطاهر. أعرف جيدا أنك لن تستوعبي هذه الأمور الآن، فالأيام والسنين كفيلة بتوعيتك وبإزالة الغشاوة على عينيك. ابنتي، اعلمي جيدا أنني لم أعش يوما لنفسي، ولم أفرح ولو يوما واحدا. كنت أنت فرحتي الأولى، كنت أنت ملاذي، كنت أنت الشمس والقمر والكون كله بالنسبة لي. كنت أعمل ليل نهار، لا أعرف معنى الراحة، لا لشيء إلا لأراك مبتسمة راضية.
كنت أشقى لترتاحي أنت، كنت أجوع لتأكلي أنت، فأنت كنت دنيتي كلها. أتعرفين معنى أن أعود للمنزل متعبة ومنهكة القوى؟ كل أملي هو فراش وغطاء لكي أرتاح من يوم طويل وشاق. لكن مرة أجدك تلعبين بلعبك الصغيرة فأنسى كل تعبي وكل همومي، ومرة أخرى أجدك مريضة فأركض بك إلى أقرب مستشفى. هكذا مرت أيامي، وأملي أن تكبري وتكبري. وتقر عيني بك، ولكن وأسفاه لهذه الدنيا التي أصبح فيها الأبيض يظهر أسودا والأسود يظهر أبيضا. تبا لك يا زمان أضحني فيه من كان ينام طوال يومه ولا يحرك ساكنا، وهو البطل المغوار والأب الحنون. نعم، تبا لك يا زمان من كانت تشقى وتسعى أصبحت تنعت بأقبح وأبشع النعوت والصفات. فإن قسى قلبك أنت على أمك فأمك لم ولن يطاوعها قلبها أن يقسو عليك. رباه ما هذا الجحود، إلهي ما هذا العقوق، فأنا لا أستحق كل هذا، فأنا لا أستحق كل هذا. إلهي أنت تعرف كم تعذبت وكم قاسيت، ولا زلت مستعدة أن أقاسي إلى آخر يوم في حياتي حتى أعرف الحقيقة كلها. آنذاك سأرتاح وسيهدأ بالي. فاعذريني، أنا أم مجروحة، فاعذريني، أنا أم مكلومة، فاعذريني، أنا أم مظلومة، فاعذريني، أنا أم مقهورة، فاعذريني، أنا أم محطمة. نعم، تحطمت معك كل آمالي وكل أمنياتي، أن أراك طاهرة نقية بريئة. وصدق من قال قلبي على ابن الفطر وقلب ابني علي حجر.